لماذا يكره الجزائريون المغرب؟ المغرب ينظم كما تعرفون كأس إفريقيا النسخة النسوية عام 2024، وكعادة المغرب في استضافته وتنظيمه الرائع لأكبر البطولات العالمية والقارية. ولكن الاتحاد الجزائري له رأي آخر طبعا، يقوم بإخفاء أي علامات لا علاقة بالمغرب من الكراسي الموجودة في الملاعب المغربية، وهو ضيف في المغرب يقوم بتعمد لإخفاء شعارات المغرب أثناء قيامه بلقاءات تلفزية مع منتخبه الجزائري بالنسوي بالمغرب. بينما تسمع تصريحات رئيس الجامعة الملكية المغربية سيد فوزي القجع ويقول بأننا نرحب بإخوتنا الجزائريين سواء في هذه النسخة سواء في الكان القادم، وليست لدينا معهم أدنى مشكلة. الرياضية المغربية واهتمام يومي عبر استديوهات تحليلية، أيضا عبر حوارات دائما مع الأطر الجزائرية في الملاعب المغربية. السؤال هنا، لماذا تفعل الجزائر هكذا؟ ولماذا كل هذا الحقد موجه من الجزائر ومن السلطات الجزائرية تجاه المغاربة، بينما الجميع يشهد بالاستقبال التاريخي المغربي الدائم للأطر وللفرق وللمنتخب الجزائري عندما يأتي للمغرب؟ أفضل أوتيلات، أفضل تجهيزات تذهب للمنتخب الجزائري. سؤالي هنا، هل هذه هي حسن الجيرة؟ هل هذه الأفعال ترضي الجزائريين والشعب الجزائري؟ اكتبوا لي في التعاليق، ولا تنسوا أن تتابعوني وتكتبوا آراءكم. زياد بن يوسف.